السلام عليكم. في أيام البرد أغلب الناس كيظنوا أن الدجاج ما يحتاج عناية خاصة، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. الدجاجة وحدة مهملة تقدر تضيع عليك الإنتاج كامل. اليوم غادي نشارك معكم واحد السر بسيط اللي كيعاون الدجاج يبقى دافي نشيط ويعطي بيض مزيان حتى في الشتاء. اول حاجه كنوجدها هي الشعير مع الماء الساخن. كنصب الماء الساخن على الشعير وما كنستعملوش مباشره، كنخليه شويه حتى يدفى، ومن بعد كنوزعو على الدجاج بهدوء. هاد الطريقه كتدفي جسم الدجاج من الداخل وكتعاونو على الهضم، خصوصا في الصباح الباكر. من بعد كنطلق الدجاج يخرج يشم الهواء وضربو الشمس ويتحرك شويه. الحركه مهمه بزاف وكتقوي الرجلين والمناعه. واثناء هذه اللحظه لاحظت دجاجه بيضاء كانت كتحرك رجليها بصعوبه. هنا خاصنا نوقفو ونسولو راسنا شنو السبب؟ البروده، نقص التغذيه، ولا الاهمال؟ هنا كنبدلو الموضوع العنايه بالدجاج، حيث الاكل بوحدو ما كافيش. الدجاج خاصو اكل متوازن، مكان ناشف وما فيش الرطوبه، مراقبه يوميه ولو دقيقه واحده. اي تغيير صغير في الحركه او السلوك راه رساله خاصنا نفهموها. الفيديو اليوم ماشي غير على الأكل، هو على الاهتمام، الملاحظة والرحمة، لأن الدجاج اللي كنعتني به هو اللي كيعطينا الخير. الدجاج تهلا فيه غادي تهلا فيك. التغذية ماشي غير شعير وخلاص. الدجاج خاصو بقايا خضار نظيفة، شوية أعشاب، أكل متوازن، ومكان نقي وهذه العناية اليومية هي سر النجاح صحي وبيض وفير. مشيت نفتقد مكان البيض وما لقيت حتى بيضة، والسبب بسيط، راه الصباح بكري وكل حاجة عندها وقتها. الصبر مهم في التربية، ماشي كل نهار كيف. مكان النوم نقطة خاصها عناية باش يرتاح الدجاج ويبعد على الرطوبة والبرد. خاصنا نديرو ليه أعواد باش ينام عليها. خلاص، إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا لكم.